بسم الله الرحمن الرحيم. تم نشر طبعا النهارده قانون الإيجارات القديم، ويتم العمل به من غدا من يوم 5/8، وأصبح النهارده المالك بعد انتهاء المدة اللي حددها القانون اللي هي 5 سنين و7 سنين غير أغراض السكنة. فالنهارده حضرتك كمالك مش محتاج بقى ترفع دعوة ولا أي حاجة، بتقدم طلب لقاضي الأمور الوقتية بالإخلاء، وبيصدر القرار على طول بإخلاء المكان. بعض المحامين هيبدأوا مثلا المستأجر يقول له ارفع له قضية وبتاع، هيرفع له قضية. حتى القضية اللي المستأجر هيرفعها ما توقفش الأمر من قاضي الأمور الوقتية بالإخلاء. طيب تم الإخلاء، لازم يبقى معاك يا مستأجر ما يفيد إخلاءك للمكان عشان يبقى لك أحقية في المساكن اللي بتعملها الوزارة، وزارة الإسكان. يبقى لك أحقية في إن أنت تاخد شقة تمليك أو شقة إيجار أو محل إيجار أو محل تمليك. طبعا لو في مقرات حكومية مأجرة من الناس، طبعا ديت بتزداد 5 أمثال. يعني لو مثلا بنك ولا شركة حكومية مأجرة شقة عندك، حضرتك دلوقتي هتروح ضارب في 5 أمثال. لو الأجرة 1000 جنيه يبقى هيدفع 5000 جنيه شهريا مع زيادة 15% سنويا. أيضا من سبب الإخلاء في الفترة ديت اللي هي احنا حاليا بقى من العمل بالقانون، لو المستاجر سايب الشقة فاضية أو المحل لمدة سنة والمالك ثبت ذلك من خلال عدم استغلال الكهرباء، عداد الكهرباء واقف أو عداد المية، حضرتك يبقى ده سبب من أسباب الإخلاء. يرفع عليك دعوة بعد سنة ويتم إخلاء الشقة أو المحل. كان الأول يقول لك صعب، ده بيدفع الإيجار خلاص. لا، القانون الجديد لو حضرتك شقتك مقفولة سنة بدون الانتفاع بيها اللي هو الغرض، وأنا كنت بأجر لك ليه؟ عشان تنتفع بيه. النهارده الشقة مقفولة، يبقى حضرتك خلال سنة تكون سايبها، أو المالك بيرفع قضية طرد وإخلاء والمالك بيستلم شقته خلال سنة. طبعا النهارده اللي عاوزين نقولوا الإيجار بقى، هم بيحددوها يعني مناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. غالبا المتميزة هتبقى 20 المثل، يعني مثلا في المعادي، في الحتت اللي هي الأماكن المتميزة هيبقى فيها 20 المثل. يعني لو الإيجار 100 هتضرب في 20 على طول هيبقى 2000. أما في المناطق المتوسطة زي بسيون وخلافه هتبقى 10 أمثال. يعني لو الشقة ب5 جنيه هتبقى ب50 جنيه، لو ب50 جنيه هتبقى ب2500. طيب مين اللي هيحدد لنا الكلام ده؟ إذا كنا احنا يعني تابعين للمناطق المتوسطة ولا المتميزة، هيصدر قرار من المحافظ خلال الفترة القادمة يحدد المحافظة بتاعته، ويحدد المناطق المتميزة من المناطق المتوسطة والاقتصادية. ده جزء بسيط كده عن القانون لحد ما هنفصل لك القانون بالكامل من الألف للياء في الفترة القادمة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.